ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما اشوفكم بخير. تعالوا معانا نعمل النهارده بقى بيتزا مغلقه كده، كل واحد ياخد له واحده لوحده. هنعملها. انا محضره تونه ومحضره فايته فراخ. لو انتوا مش عايزين تعملوا لا ده ولا ده، في عندك سجق، سوسيس، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. اي حشوه انت عايزه تحطيها جوه حطيها. تمام. مقاديرنا بقى هنشوفها مع بعض كده. انا عندي كميه من الجبنه الميكس، جبنه موتزاريلا على شيدر على رومي. ماشي. وعندي عملت الفاهيتا. عملت بصلايه كده جوانح وقلبتها تقليبه بس دبلت في الزيت، وحط عليها الفراخ قلبتها وحطيت عليها شويه فلفل الوان، مش كتير لان احنا لسه هنضيف تاني فلفل لوحده. والتونه طبعا لوحدها، هيتحط عليها البصل لوحده بره ني، مش هنقلبه في زيت ولا اي حاجه. تمام. وعندي كاتشب. دي الحاجات اللي هي الحشوات. هنيجي هنا بقى في الطبق بتاعنا. كيلو دقيق، وعندي كوبايه زبادي وبيضه ومعلقه كبيره خميره، خميره فوريه، ومعلقه كبيره سكر ورشه ملح وربع معلقه بيكنج باودر. تمام. وعندي هنا معلقتين زيت، اي زيت تحطيه، لو زيت زيتون يا ريت. وادي مج ميه دافيه. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب الطبق بتاعنا، هنحط فيه الميه، الزيت، الميه دافيه يا جماعه، البيضه، ادي عندي كل المكونات الجافه اهي كمان، والزبادي. ولا اسهل من كده. تمام. حطينا كله اهو، هنبتدي ندوبه كله مع بعضه كده. خلاص دوبناه اهي، كله اتحل مع بعض اهو. تمام. هنجيب بقى نص كيس الدقيق وهنحطه وهنبتدي نقلب. ما تحطيش الدقيق دفعه واحده، قلبي لحد ما يتلم معاكي شويه بشويه، وبعد كده لحد ما تلم معاكي عجينه طريه. اول ما يختفي الدقيق حطي تاني برضو لحد ما تتلم معاكي. ممكن ما ياخدش كميه الدقيق كلها. خلاص لحد ما تتلم معاكي بقى كده العجينه، زي ما انتم شايفين عجينه متماسكه. دهنت الطبق بتاعي زيت وهغطيها واسيبها لما تخمر ساعه كده وتخمر واوريها لكم. كده خمرت معانا العجينه اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها اهي. هنقفلها كده تاني ونبتدي نقطعها كور على قد العدد اللي موجود. تمام. وهوريكي هنعملها ازاي. كده خلصناهم اهو. عملت لي 15 كوره. تمام. هنغطيهم وهاخد واحده كده، هبتدي هفردها. تمام. وهنحط فيها بقى هنا الاول كاتشب. هدهنه بكده بالفرشه. تمام. وهنبتدي نحط عندنا الفاهيتا. هنحط بقى بصل، نحط فلفل الوان والزيتون. اخر حاجه بقى هنحطها الجبن المشكله. اخر حاجه كده حطيت الجبن. هنبتدي نفتح كده بالسكينه دي. عشان ايه؟ هنبتدي نلف كده عليها كده كده.
كده قفلنا عليها اول واحده، نجيب واحده تانية بس هنحط لها ايه رشه دقيق عشان بس ما تلزقش، رشه صغيره خالص عشان ما تلزقش على الرخام. واحده اهي، لو عايزه تفردي بالفراده مفيش مشكله. كده فردناها بالفراده اهي كده. نحط الكاتشب اهو، ندهن بالفرشه، نحط فاهيتا، بصل، فلفل، الزيتون، وبعدين الجبنه. جبنه اخر حاجه. هنفتح بقى كده فتحات ونبتدي نقفل بقى على الحاجات اللي موجوده هنا عندي. كده بقى سهله ان هي تتشال عشان اول واحده لزقت. هو هنعمل بقيه الكميه وبعدين ارجع لكم. كده انا هعمل شكل تاني اللي هو بالتونه. تمام، حطيت نفس الرصه وهحط كده، هقفل عليها، اقفل عليها كويس، وهبتدي من هنا هعمل ايه، هعمل زي شرايط كده بس مش هفتحها للاخر. تمام، وهبتدي هعملها كده، يبقى انا فصلت بين التونه وبين الفاهيتا. تمام اهي زي ما انتم شايفين قدام الكاميرا كده. تمام، هعمل واحده تاني. اهم حاجه رش دقيق لان العجينه ايه يعني الجو حر فتريت قوي، فرشي عشان ما تلزقش معاكي وتقطع وتوقع الحاجه اللي فيها. تمام اهي. خلاص كده هنحط الكاتشب. كده خلاص كده هنحط هنا التونه الاول كده، نحط عليها البصل زي نفس الحاجات اللي احنا عملناها في الفاهيتا. تمام، وهنحط الزيتون وهنحط الجبن. الجو حر، الجبن ساحت معايا زي ما شايفين كده، فبحطها بالشوكه اهي. هنيجي هنا نقفل دي كده، نقفل كويس، وهنيجي نفتح من هنا فتحات مش هتوصل للاخر كده، انا مش موصلاها للاخر اهي. وهبتدي اخدها كده برضو نقل شكلها. تمام كده خلصناها اهي، وحطينا عليها كده ديكور بالنقط الكاتشب، وهنا عملناها خطوط. هندخلها دلوقتي الفرن سخن، هدخلها وبعدين اوريكم. كده خلصت معانا اهي البيتزا. شايفين شكلها، شايفين الطراوه عشان الزبادي اللي عملناها بيه، شايفين طريه جدا، التسويه بتاعتها جميله. يا رب الوصفه تعجبكم، جربوها هتعجبكم قوي. بألف هنا وشفا.